أهلا وسهلا بحضراتكم. وتفض مولد انتقالات يناير بالنسبة لنادي الزمالك بعدد من الصفقات تقريبا 8 أو 9 صفقات، وعدد كبير يعني. بس يعني مش هو الرقم القياسي، يعني الرقم القياسي للزمالك كان في 2017 تقريبا كان حوالي 17 صفقة. بس 8 أو 9 صفقات، يعني الملفت فيهم إن تقريبا نصهم بيلعبوا في نفس المركز، مما يدل على إن مفيش بربع جنيه تخطيط بالنسبة للصفقات ديت، يعني يغلب عليها الطابع الشوي شوية. لكن أنا حابب أقف قدام صفقة، هي صفقة اللاعب زياد كمال اللي هم جايبينه من انبي. جايبينه إعارة، مش جايبينه بيع نهائي. وعلى ما شفت يعني في الأخبار وكده إن اللاعب قيمته التسويقية، وأنا شيكت فعلا على قيمته التسويقية على ترانسفير ماركت، وهي يعني كانت 100,000 يورو، بما يعادل يعني بالسعر الرسمي في البنك حوالي 3.5 مليون جنيه. في حين إن الزمالك جابه إعارة سنتين ونص ب30 مليون جنيه. رقم كبير جدا بالنسبة لإعارة لعيب. يعني أنا واحد من الناس معرفش مين هو زياد كمال، يمكن ده تقصير مني، مش متابع انبي يعني بالشكل الكافي الفترة اللي فاتت، ما شفتوش في المنتخب الأولمبي. يعني هو يعني الناس اللي بتتكلم عنه بيقولوا إن هو مبشر، يعني حاجة جاية في المستقبل، الله أعلم، يا إما تسيب يا إما تخيب يعني. لكن هو محدش أثبت كفاءة وحاجة كبيرة يعني في الدوري مع انبي. فإنك تدفع 30 مليون جنيه في سنتين ونص إعارة، لا ده رقم خزعبلي. في سوق الانتقالات يعني عموما وارد جدا ان احنا نسمع حاجه زي كده، يعني لعيب تبقى قيمته التسويقيه بقرش وممكن يتباع بثلاث او اربع قروش. فانا حابب اتكلم في الفيديو دوت عن المعايير اللي بتحدد القيمه التسويقيه لاي لعيب كوره. يمكن نفتكر من 5 سنين تقريبا في 2018 مايكل ادواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول نجح ان هو يبيع فيليب كوتينيو لبرشلونة ب 142 مليون يورو، في حين ان كانت القيمة التسويقية لفيليب كوتينيو في الوقت دوت حوالي 50 مليون يورو، يعني تقريبا 3 أضعاف قيمته التسويقية. فزي ما قلت لكم الحاجات دي وارد تحصل، ولو حصلت ان هو مثلا يعني يبقى بقرش ويتباع بتلاتة واربع قروش. الزمالك يعني اشترى ب10 قروش، يعني هو كان بقرش اشترى ب10 قروش، 10 أضعاف. بس اوكي، يعني وارد تحصل، وتدل على شطارة البايع. شطارة البايع. القيمة التسويقية للعيب بتمثل حوالي من 65 ل 70% من الرقم الفعلي اللي ممكن يتباع بيه اللعيب. يعني لو لعيب قيمته التسويقية مثلا 650 ألف يورو، يعني ممكن جدا أو طبيعي جدا إن هو يتباع بمليون يورو. يعني رقمه الفعلي هيبقى مليون يورو، مش أكتر من كده. يعني ما تقوليش إن هو ب 650 ألف يورو ويتباع مثلا ب7 و8 مليون يورو. هي بتمثل من 65 ل 70% من القيمة الفعلية أو الرقم الفعلي اللي ممكن يتباع بيه اللاعب. أي حاجة بتتخطى كده بتبقى شطارة من البائع. فهو رئيس انبي شاطر جدا بالنسبة للصفقة بتاعت زياد كمال دي. ففي الفيديو دوت أنا حابب أتكلم بقى عن المعايير اللي بتحدد القيمة التسويقية لأي لعيب كورة. ممكن يعني حضرتك بعد ما الفيديو يخلص تطبقها على أي حد أنت شايفه سواء في مصر أو بره مصر. فأرجوك تابع معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك المحتوى بتاع الفيديو سبسكرايب ولايك وشير. هم 8 عوامل انا هتكلم عليهم، او اجمع الخبراء ان هم اللي بيحددوا القيمة التسويقية لأي لعيب كورة في الدنيا، وهقولهم بالترتيب حسب الأهمية. أو إيه الحاجة الأولانية اللي بيتبص عليها، ثم التانية ثم التالتة ثم الرابعة إلخ لغاية ما نوصل للنقطة الثامنة. ونبدأ بالمعيار الأول اللي بيتحدد من خلاله القيمة التسويقية، وهو معيار السن. كل ما صغر سن اللعيب كل ما علت قيمته التسويقية. ولو بصيت على التوب 10 من أعلى قيمة تسويقية على مستوى العالم في لعيبة العالم، هتلاقي ال10 أقل من 25 سنة. وده مفهوم طبعا عشان هو اللعيب يعني صغار في السن
اللي موجود مثلا في الانديه دوت وعنده مهاره وموهبه كبيره جدا، النادي هيقدر يستثمر فيه في الشورت تيرم واللونج تيرم. يعني في الشورت تيرم ان هو ممكن اللعيب ده لو اظهر موهبه كبيره في موسم واتنين ممكن تبيعه برقم كبير جدا، زي ما حصل مثلا مع بلينجهام مع بروسيا دورتموند، اتباع لريال مدريد برقم كبير جدا. وعلى اللونج تيرم ان اللعيب يعني كل ما كان صغير في السن هيديك عدد سنين كتيره جدا في التوب فورم بتاعته، فعشان كده كل ما صغر سن اللاعب كل ما علت القيمه التسويقيه بتاعته. ونخش على المعيار التاني وهو معيار الموهبه. طبعا الموهبه يعني هي جوهر كره القدم، فكل ما كان اللاعب موهوب كل ما كان قيمته التسويقيه عاليه. والامثله طبعا لا تعد ولا تحصى على مر التاريخ، ان اللعيبه اللي هم اصحاب الموهبه او البارزين دايما بتلاقيهم هم اعلى قيمه تسويقيه على مستوى العالم. الحاجه الثالثه اللي بتحدد القيمه التسويقيه هي معيار المركز بتاع اللعيب، مركزه ايه في الملعب. المركز يعني حاجه من الحاجات المهمه جدا في تحديد القيمه التسويقيه للاعب، وكل ما كان المركز هجومي في مراكز الهجوم كل ما علت القيمه التسويقيه. وما تستغربش لو لقيت في التوب 10 اعلى قيمه تسويقيه على مستوى العالم، اللعيبه الاعلى قيمه تسويقيه التوب 10 تقريبا هتلاقي 9 منهم بيلعبوا في المراكز الهجوميه، يعني باستثناء رايس لاعب نص ارسنال ديكلان رايس، الباقي كله هتلاقيه في المراكز الهجوميه. برضو يعني امبابي ساكا جمال موسيالا الخ 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 هتلاقيهم كلهم في المراكز الهجوميه. فكل ما كان اللعيب في الهجوم مراكز الهجوم كل ما علت قيمته التسويقيه، وده مفهوم طبعا عشان اللعيب اللي في الهجوم بيبقى هو نسبه احرازه للاهداف اكبر فنجوميته بتبقى اعلى، فبيبقى عالي جدا في القيمه التسويقيه. ونيجي بقى للمعيار الرابع وهو الدوري اللي بيلعب فيه اللعيب. حته الدوري دي مهمه جدا. لعيب في كوت ديفوار مثلا بيلعب في الدوري الايفواري بقرش، وهو نفس اللعيب لو بيلعب في الدوري الانجليزي ب50 قرش. يعني في مثل ممكن يقرب الموضوع دوت، ان السمكه الكبيره في الحوض الصغير سهل ان انت تصطادها عن السمكه الصغيره في الحوض الكبير. فالدوري اللي بيلعب فيه اللعيب مهم جدا جدا جدا. يعني انت عندك مثلا مهاجم نابولي ومهاجم منتخب نيجيريا فيكتور اوسمين. لو اوسمين بيلعب مثلا في الدوري النيجيري بنفس المستوى دوت بنفس سنه بنفس كل حاجه، والاهلي حب يجيبه دلوقتي هيجيبه مثلا بنص مليون دولار بمليون دولار بالكتير. على عكس مثلا فيكتور اوسمين اخدته كده زي ما هو حطيته في نابولي في الدوري الايطالي، القيمه التسويقيه بتاعت اوسمين ممكن تبقى قد الميزانيه بتاعت النادي الاهلي كلها. فالحاجه الرابعه او المعيار الرابع اللي بيحدد القيمه التسويقيه هو الدوري اللي بيلعب فيه اللاعب بيعلي او بينزل من قيمته التسويقيه بشكل كبير جدا. المعيار الخامس هو معيار معدل الاصابات. كل ما زادت الاصابات بتاعت اللاعب كل ما قلت قيمته التسويقيه. وعندنا مثال يعني قريب جدا هو هازارد لاعب ريال مدريد اللي ريال مدريد اشتراه تقريبا في 2019 ب 100 مليون يورو، انتهى بيه الحال في 2023 اعلن اعتزاله بعد ما وصلت قيمته التسويقيه قبل ما يعتزل لتقريبا 7 مليون يورو. يعني في 4 سنين من 100 مليون يورو ل 7 مليون يورو بسبب الاصابات. وفي الاخر اعلن اعتزاله، يعني ان انهى علاقته بكره القدم وهو عنده تقريبا 31 او 32 سنه. فكل ما زادت اصابات اللاعب كل ما قلت قيمته التسويقيه. نيجي بقى المعيار السادس وهو معيار نسبة المشاركات بتاعت اللاعب في المنتخب الوطني بتاعه مع النادي بتاعه في البطولات المختلفة. يعني شوف بقى احنا الخمس عوامل اللي احنا قلناهم دول كلهم لو مجتمعين في لاعب قاعد على الدكة قيمته التسويقية هتلاقيها في الأرض. نسبة المشاركات برضو من الحاجات المهمة جدا، وكل ما زادت نسبة مشاركاته مع النادي بتاعه في الأندية المختلفة سواء القارية أو المحلية كل ما زادت نسبة مشاركاته مع المنتخب بتاعه كل ما علت قيمته التسويقية. ونيجي بقى للمعيار السابع وهو معيار العقد بتاع اللاعب. يعني انا دلوقتي لاعب كرة اسمي مصطفى محمد لسه مجدد مع النادي بتاعي 5 سنين، وجاي نادي اكس عايز يشتريني، هيدفع فيا وانا لسه مجدد 10 قروش. انا برضو نفس اللاعب مصطفى محمد في السنة الأخيرة
من عقدي ويحق لي التوقيع بعد يعني في الفترة اللي هي بتاعت ال6 شهور بتاعت اللي يحق فيها التوقيع. هتباع والنادي بتاعي يعني عايز يبيعني، او نفس النادي اللي هو اشتراني ب10 قروش دوت عايز يشتريني في الفترة ديت هيشتريني بقرش. ليه؟ عشان عقدي بيخلص. فكل ما كان العقد فيه سنين لسه موجودة القيمة التسويقية هتعلى. وصلت لفترة السماح اللي أنا همضي فيها فري أو إن أنا فاضل لي سنة ونص، القيمة التسويقية بتاعتي هتنزل، عشان النادي اللي داخل يشتريني وأنا لسه مجدد بيشتريني القيمة بتاعتي بلس السنين اللي أنا ماضيها للنادي بتاعي. يعني بيشتري السنين اللي أنا ماضيها في العقد مع النادي القديم بلس القيمة بتاعتي اللي هو مقدرها مع النادي بتاعي. فكل ما كان في سنين كتيرة في العقد كل ما عالت قيمة التسويقية، كل ما كان العقد بيخلص كل ما قلت قيمة التسويقية. ونيجي بقى للمعيار الثامن اللي بيحدد القيمة التسويقية للاعب، وهو معيار الراتب. وده بيبان أكتر في الأندية أو سوري بيبان أكتر في الدوريات الصغيرة، عشان الدوريات الصغيرة عادة الفلوس أو الرواتب فيها مبتبقاش كبيرة، فلما بيعلى راتب لاعب فيها بيبان قوي، بيعلى قوي في قيمته التسويقية، عكس أوروبا أو أوروبا يعني بشكل أساسي. يعني خلينا نتكلم في أوروبا، سيبك من الخليج خالص، يعني الخليج قصة مختلفة. اوروبا تلاقي الرواتب يعني ايه قريبه من بعض، في ناس عاليه وفي فئات بس في تقارب، على عكس مثلا الدوريات الصغيره. ومثال مصر، ومثال واضح قدامنا احمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، اللي هو الاعلى قيمه تسويقيه في الدوري المصري. من الحاجات او من العوامل اللي هي علت قيمته التسويقيه وخليته رقم واحد في الدوري المصري او في مصر، ان هو اعلى راتب في الدوري المصري من 25 ل 30 مليون في السنه، من 25 ل 30 مليون في السنه. فده علّى جدا من قيمته التسويقيه. فالراتب بتاع اللاعب وخصوصا في الدوريات الصغيره بيفرق جدا في القيمه التسويقيه. دول ال8 عوامل او ال8 معايير اللي بتحدد من خلالهم القيمه التسويقيه للاعب الكوره. فلك يا عزيزي المشاهد الرأي في الآخر، هل زياد كمال يستحق إن هو يدفع فيه 30 مليون جنيه في 2.5 سنين إعارة مع إن قيمته التسويقية 3.5 مليون جنيه؟ فتقدر تحكم بنفسك وتقدر بقى تاخد المعايير ديت وتطبقها على أي لعيب أنت شايفه في الدوري المصري أو في أي دوري أنت متابعه. وفي النهاية لو عجبك الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، وأشوفكم دايما على خير.